السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده هنعمل جلاش بالكاستر بالفانيليا. معانا بودرة الكاستر الجميلة، ومعانا لبن حليب. دي طبعا علشان في حالة لو عشان اللبن ما يفرش انا بعمل الحركة دي. تمام يا قشطة، اللبن بيغلي اهو وما بيفرش. تمام، يلا بينا نعمل طريقة عمل جلاش بالكاستر، حاجة جميلة وحلوة. يلا بينا يا قشطة على المطبخ. اعمل شربات الجلاش. معايا كوبايتين سكر، بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها بملاها مية. دي شربات الكنافة، الجلاش، اي حاجة بنفس الكوباية وبعاير بيها، واديها نص كوباية ايه مية كمان. تمام كده يا قشطة. بعصر نص ليمونة على الوضع ده وانزل دي فيها، واروح معانا كيس فانيليا زي ده اروح ارشه عليها، وما اقلبش خالص عشان ما يسكرش مني. بسيبه على الوضع ده لغاية اما ايه. طب انت مثلا عندك عسل جلوكوز، ممكن تحطي معلقة واحدة اهي. دي طبعا بيخلي الجلاش الكنافة القطايف لقمة القاضي بتخلي جميل وحلو. ما عندكيش ما فيش مشكلة. تمام، ابقوا معانا لغاية ما دي يغلي شربات الجلاش. علشان الشربات يطلع معاكي صح سيبيه هو كده. السكر بيدوب مع درجات الحرارة، كل ما بتعلى بيبدأ السكر يدوب معاكي. طب ايه اللي بيخلي السكر عندك بيسكر؟ انك انت بتقعدي تقلبي فيه كتير على الوضع ده، ونهدي النار عليه ونسيبه. تمام يا قشطة، ابقوا معانا. دي شربات الجلاش بالكاستر. الشربات بتاع الكاستر، شربات الجلاش بالكاستر، انا ما قلبتش الشربات ده، بتسيبيه على الوضع ده على نار هادية علشان ما يسكرش منك. كتر التقليب في الشربات بتاع الكنافة او القطايف او الزلابية، كتر التقليب بيه بيسكر. تمام، انا حطيت السكر كوبايتين سكر، كوباية ونص مية بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها. تمام، ونص ليمونة ورشة فانيليا. هو ده الشربات الاصل اللي يتعمل بيه كل حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله. بتسيبيه على نار هادية لغاية ما السكر يبدأ يدوب لوحده. اهم حاجة انك انت ما تقلبيش. انا حبيت بس اوضح لكم ازاي تعملي شربات الكنافة او بالجلاش ومن غير ما يسكر منك. ابقوا معايا. اعمل الكاستر بتاع الجلاش. بجيب كاستر بالفانيليا حلو وجميل والكل بيستعمله. دي بطعم الفانيليا. بحط دي كيلو حليب او لتر لبن، بحط 5 معالق من ده على البارد، ما يكونش بس 5 معالق حلوين كده هرمي. ادي 4 ادي 5. تمام، وفي نفس الوقت نبدأ نقلب على البارد. تمام يا قشطة، حاجة بسيطة تقدري تعملي جلاش بالكاستر لأولادك. أهم حاجة لما تيجي تحطي الكاستر يكون اللبن ولا هو دافي ولا هو ايه بارد خالص. تمام، يعني دمعة العين كده. بقعد اقلب كده لغاية ما يبدأ القوام بتاعه يبقى تقيل معايا. بحس بالكلام ده امتى؟ بحس بالمضرب. تمام يا قشطة، ما بتحطيش نشا خالص لان الكاستر فيه نشا وفيه فانيليا وفيه كل حاجة. تمام، بتقعدي تقلبي كده على نار هادية. تمام، لغاية ما يبدأ القوام بتاعه يمسك. ابقوا معانا يا جميل. اديله 3 معالق سكر كده على الكيلو الحليب، او 4 معالق مش مشكلة عشان الولاد بيحبوه مسكر شوية. وابدأي قلبي على السريع. اهم حاجة انك انت الكاستر علشان يبدأ يتمسك معاكي
اهم حاجه ايديكي مش تسيب المضرب، مش تحط الحاجه وتروحي سايباه، لا، عشان برضو ما يفرش منك. هتقلبي كده لغايه ما يبقى عامل زي المهلبيه كده. تمام يا جميل، ابقوا معانا. الكاستر بتاعنا خلص اهو يا بنات، بسم الله ما شاء الله. انا عايزه كده كريمي. تمام، دي كده خلص. طيب هديكوا تكه بسيطه. افرضي اللون ده بدأ يخف منك، مثلا كترت لبن كتير واللون ده بدأ يعني يخف منك، تمام، ما عادش لونه الطبيعي. كل اللي عليكي هتجيبي ب5 جنيه بودرة زعفران، تخليها عندك في البيت. دي بودرة زعفران. كل اللي عليك انك انت بتجيبي طبق فاضي زي ده وبتحطي يا دوبك شعرة. بصوا دي بودرة الزعفران اهي، شايفين الشعرة دي؟ شوفوا هتعمل ايه. كل اللي عليا دي في حالة لو الكاستر بتاعك بدأ نقطة اهي. تمام، حاجة بسيطة، تكة بسيطة بقول لكم عليها اهي. بتدوبيها كده وتروحي منزلها كده يا جميل، هيرجع لونه الطبيعي جميل. هنقلب كده الكاستر هيرجع بلونه الطبيعي. شايفين؟ انا حبيت اقول لكم الخلفية دي في حالة واحدة، لو انت مكترة اللبن وبدأ لون الكاستر يخف منك، كل اللي عليك هتعملي الحركة دي. شايفين اهو، ولا اكتر ولا اقل. طبعا لو الطبق فيه حاجة زي دي بتفرغيها نقطة اهي، ولا اكتر ولا اقل. تمام يا جميل، بس كده الكاستر بتاعنا خلص. يلا عشان نعمل حشو الجلاش يا جميل. ده هنركنه على جنب ونبدأ نعمل الحشو. معايا معلقتين او 3 معالق زيت، بحط عليهم معلقة سمنة بلدي كده حلوة تدوب مع الزيت، تخلي طعمها جميل. تمام يا قشطة. بدوب دي كده عشان دي اللي هعمل بيه جلاش بالكاستر. تمام، دي المادة العازلة اللي هتعمل تخلينا الجلاش يبقى مورق كده وحلو. ابقوا معايا الصاج بتاعي اللي انا هعمل بيه الجلاش بالكاستر. بدهنه زيت كده وبدهن الاحراف، كلكم شطار وعارفين الطريقة دي اهي. بجيب ورقة الجلاش وابدأ اعمل كده اهي. حاجة بسيطة تقدري تعملي اللقمة دي لأولادك في أي وقت. أهم حاجة عندي أجيبه أطلع الحروف كده من بره أهي. جميل، وابقى كده منسقة ومعدلة في حاجتي. أهم حاجة إنك انتي تخلي الجلاش يبقى لبره. حاجة انت بتعمليها ببيتك. بسم الله. طريقة عمل الجلاش بالكاستر حاجة جميلة وحلوة اهي. اجيب الفرشة ابدأ ادهن كده. اهم حاجة عندك الاحراف والجوانب. حاجة جميلة وحلوة وولادك هتبسطوا منها. اهم حاجة انك انت تعملي الاحراف دي علشان ما تنشفش منك، وتكوني مغطية الجلاش، تكوني مش مشغلة مروحة ولا حاجة عشان الجلاش مش ينشف منك. تمام كده يا قشطة اهو. بجيب ورقة تانية بسم الله ما شاء الله. تمام كده بعمل دي بالزيت والسمنة البلدي اهي. هنجيب البطل بتاعنا بقى اللي هو الجلاش، طريقة جميلة وحلوة. ادي الكاستر بتاعنا. ننزل كده يا جميل بسم الله.
اهو. بسم الله. لقمة جميلة وحلوة تقدري تعمليها لأولادك اهي. ولو فاض منك شوية كاستر ممكن تحطيها في كوبايات لأولادك ياكلوا منها عادي، مفيش أي مشاكل. تمام. كده أبدأ أفرد اهو. أبدأ أفرد كده الكاستر على الجلاش. بسم الله ما شاء الله. لقمة جميلة وحلوة، حاجة حلوة. ما بدك تجيبي الحاجة دي من أي محل حلواني بمبلغ وقدره، طب لاقيه؟ طب ما أعملها في البيت وأريح دماغي. تمام. وأنت اللي عاملاها بإيديكي، صح يا بنات؟ بسيب دي يهدى بس حوالي 3 دقايق كده. تمام يا قشطة؟ ابقوا معنا جميل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ابقوا معنا. أول ما الكاستر كده بدأ يهدى أنزل بالجلاش اهو. بسم الله. بسم الله. حاجة بسيطة كده أعملها كده أهو أهي. طريقة عمل جلاش بالكاستر. هو فرخين بس اللي انت بتحطيهم فوق وخلاص على كده. اهو يا جميل. بسم الله. دهنة بسيطة كده. ده كله هيديكي طعم في الآخر. ما تنسيش حاجة تعمليها واختبري. اعملي اللقمة دي وشوفي رأيها يعني شوفي رأي الولاد ايه، شوفي رأي جوزك اعملها تاني ولا لا، طب اكتر السكر عليها، يعني خدي رأيهم في اي حاجة انت بتعمليها حلو. تمام يا قشطة. كل اللي عليا ان انا بعمل دي كده اهي. طبعا دي هتسقي شربات. تمام. شربات خفيف ولا اكتر ولا أقل. اهم حاجة ان انا اعمل الحراف دي عشان ما تكسرش مني اهي. قشطة. ابدأ الم بقى الجلاش اللي هو بره، ابدأ المه وادخله جوه اهو. بسم الله. بقعد الم كده الحروف اللي هي بره اهي. طريقة عمل جلاش بالكاستر في البيت زي شغل المحلات اهو يا قشطة. واجيب الحرف ده هنا. خلصت يا قشطة، مش خدت معانا دقايق. تمام اهي. كل اللي عليا ان انا هشتغل بس على الاحراف اهي وندخلها الفرن. بتقطعيها زي ما انت عايزة، وهي طالعة سخنة بتروح مديالها الشربات يكون بارد ما يكونش ساخن. تمام اهي كده. بقى هندخلها الفرن وخلاص على كده. قشطة. حاجة بسيطة اتعملت في دقايق اهي. كده انت بتسوي الحروف. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ونالت اعجابكم. يلا بقى هندخلها الفرن وخلاص على كده. تمام. ابقوا معانا.
شايفين الجمال والحلاوة. طريقة عمل جلاش بالكاستر. ازاي تعملي جلاش بالكاستر زي شغل المحلات. تمام كده قشطة. هناخدها على الوضع ده وتحطيها في الرف التحتاني. بسم الله ما شاء الله. دقيقة وتطلعيها علشان ايه تتقطع بس. الله. وادي طريقة عمل جلاش بالكاستر. شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة. طريقة عمل جلاش بالكاستر. ازاي تعملي جلاش بالكاستر زي المحلات. شايفين الجمال والحلاوة ونعمة ربنا. طبعا معانا الشربات بتاع الكاستر بارد. اوعي تعمليه وهو يعني يكون الشربات بارد ويكون الجلاش طالع من الفرن. ابدا اسقي كده واقول بسم الله اهو. حاجه جميله وحلوه تقدري تعمليها لاولادك وجوزك. خدي رايهم اما تيجي تعملي حاجه جديده. قولوا لهم ايه رايكم في الجلاش ده. عملوا تاني مره ولا ايه؟ تمام. انت ممكن تعملي حاجة وولادك ما ياكلوش منها صح. فانت دايما تسأليهم على اي وجبة اعمليها ودايما جربي. يعني لو لقيتي طريقة جديدة تتعمل قدامك على اليوتيوب او على اي موقع حاولي جربيها. بس جربيها مش في كمية كتير. جربيها في كمية صغيرة واسألي ولادك ايه رأيكم كده. انا بسقي الجلاش بتاعي اهو بالشربات بتاعه. عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. طبعا الجلاش كده كده انا حاطط في الكاستر سكر. ما تكتريش عشان مش يبقى ايه يكفس عليكي كده يعني. تمام. يبقى الحاجة خفيفة واللقمة طرية وحلو. تمام يا قشطة كده. يا رب تكون الحلقة وصلت ليكم. ولو عجبتك امانة عليك دوس لي لايك. اللايك ببلاش مش بفلوس صح يا شباب. يلا في رعاية الله وامنه. طبعا انا هستنى لما ده يبرد. الجلاش بالكاستر في الفرن اهو زي المحلات اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله. طريقة جميلة وحلوة وتقدري تعمليها في اي وقت. تعمليها الصبح تعمليها الظهر. اعملي حاجة زي دي وخليها دايما عندك حاجة حلوة كده لأولادك. تمام. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجوانب الجلاش لم على بعض اهو. وانتوا شفتوا الطريقة بتاعته. انت ما بدك تجيبي صينية زي دي من اي واحد حلواني مش اقل من 500 جنيه. تمام. لان دي معمول بلبن حليب صافي. وانتوا شفتوا الطريقة والمقادير بتاعتها. في رعاية الله وأمنه. بس أنا هستنى لما تهدى شوية وأقطعه قدامكم. ابقوا معانا. جلاش بعد ما برد. بص يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. هتحط كده يا قشطة لأولادك يفرحوا بيها وجوزك. شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. طريقة جميلة وحلوة اهي. بسم الله ما شاء الله. الجلاش مورق اهو يا جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله. والكاستر باين منها اهو. حاجة جميلة وهتعمليها لجوزك وولادك وبالهنا والشفا على قلبهم يا رب. تقدر حاجة جميلة وحلوة. شايفين ادي جلاش بالكاستر. حاجة جميلة وحلوة ومش كلفتك حاجة. تمام يا قشطة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم. طيب ازاي تعملي جلاش زي الحلواني بالظبط. تمام يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. ولادك هتبسطوا منها. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. اهو جلاش بالكاستر زي المحلات او زي الحلواني. طريقة جميلة وحلوة. اسرع طريقة لعمل جلاش بالكاستر. شايفين الجمال والحلاوة اهو يا جميل. يلا في رعاية الله. لو عجبتك امانة عليكي. لو عجبتك الحلقة دوس لي لايك يا جميل. في رعاية الله وامين. في حلقة قادمة.